في فكره عظيمه جدا لطلبه الدول الامريكيه توصلك لسكور محترم قوي قوي قوي. الفكره دي احنا طبقناها على كثير من طلبه الدول الامريكيه ولقت نجاح بشكل رهيب قوي. فكره الاوبن بوفيه. ايه بقى فكره الاوبن بوفيه دي؟ اتسالت عليها كتير جدا، بس تعالى اقولها لكم في فيديو محترم. عايز اقول لحضرتك حاجه، في كونسبت كده لو انت زرعته في دماغك هيوصلك بشكل رهيب جدا لحاجات كتيره جدا انت اصلا ما كنتش مستوعب ان انت ممكن توصل لها. كل ولادنا اللي طالعين من الترايل اللي فاتت او داخلين الترايل اللي جاي كلهم عندهم مشكله بسيطه قوي مش حاسين بيها. ايه هي؟ ان كل واحد حاطط في دماغه ليفل معين عايز يوصل له. انا عايز اوصل لل 600 وممكن يكون الليفل ده يكون اقل من المستوى اللي هو ممكن يقدر يوصل له، فبالتالي بيبقى عندك مشكله انك اول ما تجيب السكور اللي انت عايزه، جبت 600 جبت 650 جبت 700، بتبقى فرحان بالسكور ده وما بتخش محاولات ثانيه. عايز اقول لحضرتك حاجه، انا وجهه نظري فكره الاوبن بوفيه هي دايما ديبند على ان حضرتك توصل لاقصى حاجه تقدر تجيبها في الامتحانات. بمعنى اصح، انا لو سالت طالب دلوقتي لسه طالع من الترايل اللي فات قلت له انت لو كانوا اجلوا الترايل دي لمده اسبوعين هل كان بالنسبه لك كان هيبقى افضل؟ كل الناس بلا استثناء هتقول لك ده لو كان اجل اسبوعين كان زماني ذاكرت مذاكره من نار وجبت سكور اعلى.